عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده عاملين مع بعض شويه عيش تحفه من بتوع السندوتشات، بتوع الافران وبتوع السندوتشات المطاعم اللي بنشتريه من بره. بصوا العيش عامل ازاي من جوه، العيش الشامي ده بطريقه سهله وبسيطه من غير فرن، من غير امكانيات كتير. هتقومي في ثواني هتعمليه. عملنا بيه السندوتشات تحفه اللي بنحطه بنجيبه بالسندوتشات، وبيتعمل بيه السندوتشات والفول والطعميه وبنستخدمه. ده اوفر لك طبعا شويه دي وشويه مكونات موجوده في قلب البيت. هتعملي شويه الحلويات ديت، جربوها وهتدعوا لي. وهقول لكم اثناء الفيديو هقول لكم على شويه خطوات هتمشوا عليها مظبوطه، هتطلع معاكم احلى عيش. ما شاء الله العيش قابل لغايه دلوقتي اهو. انا لسه ما غطيتهوش كمان، المفروض هنغطيه وما غطيتهوش، والعيش طري وجميل اهو. بصوا العيش طري خالص اهو، طري وجميل ومستوي وتحفه. يلا بينا ندخل نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف الخطوات ونشوف شويه التركات اللي هنقولها. هناخد معانا شويه عيش حلوين زي بتوع المطاعم. يلا بينا نبتدي بقى مع بعض يا حبايبي. المكونات: عندي كوبايه من الحليب، ولو احتاجنا هكمل بميه دافيه او ميه عاديه عادي، دي بالوش بتاعها بالقشطه بتاعتها يعني. كوبايه من الحليب اهيت. عندي معلقتين سكر ومعلقه نص معلقه صغيره من الملح، هحطها برضو عليهم كده. اللبن بدرجة حرارة الغرفة عادي. وعندي معلقة ممسوحة من الخميرة الفورية اهي، معلقة ممسوحة اهي. هو نص كيلو دقيق اللي احنا هنعمله. حابة انت بقى تزودي بتضعفي المقادير اللي احنا بنقولها دي اثناء الفيديو. نقلبها طبعا. احنا لو مش متأكدة من الخميرة بتاعتك بتعمليها تست الاول في ربع كوباية من المية الدافية ومعلقة سكر، وبتحطي الخميره وتشوفي الخميره الاول نشطه معاكي ولا لا. انا قلبتها. انا هحضر برضك معايا شويه ميه برضو علشان هنعوزها برضك للعجن. احنا مش هنحط الميه كلها مره واحده الا لما نشوف الاول. ميه عاديه خالص من الحنفيه يعني ما فيهاش مشكله. عندي بقى معلقه من الخل. الخل بيخليها هشه وبيخلي العجينه معانا ناعمه وحلوه وهشه. معلقه اهيت من الخل. المكونات كده الزيت اللي احنا هنحطه، لو انت حابه تحطي زبده هتبقى معلقه واحده. الزيت هي معلقه ونص اللي انا هحطها، مش هكتر اكتر من كده. لو احنا بنعمل عيش مش بنعمل قرص، لو كترتي في الزيت بتاعها او في الماده الدهنيه زبده هتقلب معاك القرص. كده معلقه اهيت ونص. هنقلب بقى المكونات ديت. يبقى كده حطينا كوبايه اللبن. حابه تعجني بميه، حابه تعجني بلبن براحتك، بس طبعا هي اللبن هيديها قيمه غذائيه اكتر يعني. المتوفر عندك اعمليه، مش اساسي يعني. ممكن تحطي ميه وتحطي عليهم معلقتين لبن بودره. يبقى كوبايه لبن او كوبايه ميه ومعلقتين سكر ومعلقه ونص من الزيت ومعلقه خل ونص معلقه صغيره من الملح. احنا جاوبنا كده المكونات. احنا هننزل بقى بالدقيق. انت لو متاكده من العجينه بتاعتك هتشتغلي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي الله كده وننزل بالدقيق بتاعنا. هننزل بيه كله كده كده. انا هنعوز ميه تاني، هكمل انا بقى ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحطوش برضو في ميه لما نشوف الدقيق بتاعنا، علشان من نوعيه دقيق لدقيق بتختلف يعني المواد السائله بتاعته. بصي انا كده عايزه ميه اهوت. انا هكمل بقى ميه. عندك لبن كملي براحتك اللي انت عايزه تشتغلي بيه. واثناء الفيديو برضو هقول لكم على اسباب نجاح العيش معانا ويبقى حلو معانا
وهتشوفوا الطريقه برضك معايا وهشرح لكم كل حاجه فيه. نعجن بس الاول، احط بس برضك عشان ما صغيرين اديكي كده، ندوب بس الدقيق ده. طبعا انت عايزه بقى تزودي الكميه براحتك، انا بوريكي بس الفكره وانت تزودي وتكملي معانا الوصفه. عايزه تزودي بقى. وطبعا العيش ده ما بنستغناش عنه، ده عيش السندوتشات بتاع المطاعم، العيش الشامي. واعمله لكم من غير، مش في الفرن، على الطاسه، بطريقه سهله وبسيطه. يعني انت لو ما عندكيش عيش في نص ساعه تقومي تعمليهم، يعني مش هتاخد معاكي حاجه. بس انا بدوب العجينه معايا، بنحط الميه بالراحه، ما بحطهاش كلها مره واحده. في المرحله دي بقى انا هعجن بقى كويس. مده العجن عشان يبقى العيش معانا ناجح وحلو ومنفوخ كده. العجن بقى بتاعنا نقعد حوالي 10 دقايق تعجني فيه. نلم، انا مش هحط تاني بقى مواد سايله، الم بس اللي في الطبق واعجن بقى كويس عشان بس ما اطولش عليكم. اقل حاجه 10 دقايق عجن علشان العجينه تبقى حلوه وخد منها كويس وناعمه معانا. عندي العجينه بقت ما شاء الله ناعمه معانا اهي جميله. بصوا عامله ازاي، والملمس ناعم وحلو. عشان شرط من شروط نجاح العجينه معانا اللي احنا نفضل نعجنها مده لا تقل عن 10 دقايق عشان العجينه تبقى ناجحه معانا. عندنا العجينه ناعمه وجميله اهيت. هغطيها بقى واسيبها تخمر وترتاح كده نص ساعه، وبعدين نرجع نكمل معانا بقيه الوصفه بتاعتنا. عندي العجينه خمرت معايا اهي زي ما احنا ما شايفينها. هلمها بقى من الطبق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. عندي بقى العجينه كده، اديت رشه بسيطه كده على الرخامه من الدقيق. هنقسم بقى معانا العجينه لكور، طبعا على حسب بقى الحجم اللي انت تبقى عايزاه كبير صغير. انت اللي بتظبطي الحجم اللي انت عايزاه او الحجم الرغيف اللي انت بتبقي محتاجاه. انا هقطعها بقى وارجع لكم. بس انا عملتهم كده 10 كور اهو. هحاول بقى ان انا اسويهم اكورهم بالشكل ده كده. ولو واحده مثلا كبيره على الواحده يعني نحاول نعملها كلها حجم واحد بالشكل ده كده. بس تعفير الدقيقه بس بسيطه كده. عشان ما تلزقش رشه دقيق بسيطه كده. وهكور كل الكور بالشكل ده. عندي الكميه اهي عملتها كورتها ولقيتها كبيره، حجمها كبير مثلا بشيل منها. فانت بتظبطي حجم العجينه. غطيها عشان بس وشها ما يقشرش معانا. عندي اول رغيف بقى احنا ريحناه بالشكل ده. هاخده يكون ارتاح معانا كده شويه، ريح معانا كده شويه. فاضي بس كده عشان نعرف بس شويه دقيق بساط كده. وهنفرد بقى العجينه. طبعا من اسباب برضو في نجاح العيش معانا السمك بتاع العجين، لا يبقى رفيع قوي ولا سميك قوي. ده برضو من ضمن الاسباب ان العيش يطلع معانا منفوخ وناجح. الطريقه تكون ناجحه معانا بتكون واضحه. ثانيه واحده بالشكل ده. طبعا تقطيعة الرغيف ترجع لكم انتوا بقى، عايزينها كبير صغير براحتكم. نحاول نخلي الشكل بتاعه متناسق كده برضو. شايفين السمك بتاعه
انا بحاول بس عشان يبقى شكله مدور وحلو. نضيف الدقيق على الوش كده. بصوا شايفين السمك بتاعه، لا هو رفيع ولا هو سميك، ده السمك بتاعه مظبوط عشان العيش يبقى منفوخ معانا ويبقى حلو. بصوا انا هسيبها ترتاح على فوطه كده عشان بس ما تلزقش معايا، او رشه دقيق على صينيه ولا حاجه. ناخد تاني الكوره برده اوريها معاكم. رشه مسحه دقيق كده بسيطه. الدقيق الزياده ده تنضفوه بفرشه. بالشكل ده كده. طبعا احنا قلنا الحجم وانتوا اللي بتتحكموا فيه. عايزين التقطيع وانتوا بتقطعوها من الاول تشوفوها اذا كانت كبيره ولا صغيره براحتكم. نحط رشه دقيق علشان ما تتعملش، او سمك الرغيف اهوت، يا رب يكون باين معانا. هكمل بقى بقيه الكميه واسيب مسافه كده. هكمل بقيه الكميه عشان ترتاح العجينه قبل ما نسويها. بس انا خلصت كميه العيش. اول رغيف انا بدات بيه ان انا خبزته، سبته ان هو يرتاح، ده اللي هبدا بيه. مش هنخبز نفرد العيش او العجينه معانا نفردها ونروح جايين حاطينها على طول نسويها، لا مش هتنفع، مش هتقب معانا. فدي برضو سبب من اسباب ان العيش يبقى منفوخ وقابل معانا وطريقه ناجحه وحلوه. وعندي تاني برضو حاجه، ان الطاسه اللي احنا هنعمل فيها تكون سخنه، يعني قبلها نكون مسخنين النار كويس، وتكون الطاسه بتاعتنا سخنه قوي، ونروح جايين حاطين عليها العيش. والنار لا هي عاليه ولا هي واطيه، النار تكون في المتوسط او فوق المتوسط بحاجات بسيطه. هناخد اول رغيف احنا خدناه عملناه معانا بططناه معانا وهنحطه على النار. عندي بقى الطاسه اللي احنا هنعمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. واول رغيف اهوت برضك علشان ينجح معانا يا دوبك هنشمع ويقب معانا، هنشمعه يعني دقايق كده ونروح جايين قلبين عليه على الناحيه التانيه برضك يتشمع معانا. ماشي بالشكل ده. وهنتنينا برضك اللي احنا نقلب في الرغيف. الرغيف هنفضل كل شويه نشمعه كده للناحيه دي والناحيه دي. شايفين الرغيف معانا بيقب اهو، برضه بشمعه كل شويه على الناحيه دي والناحيه دي. بصوا طبعا هي المقله اللي عندي يعني هي عارفين اللي هي متجرحه كده، والسمك بتاعها مش اللي هو الرفيع قوي، بس ما شاء الله مطلعه العيش معايا عامل ازاي. انا مش راضيه افصل معاكم علشان نشوف برضو اهو. بتك عليه، بتك على الرغيف، وبرضو ما شاء الله النار تكون وسط علشان يستوى معانا العيش برضو من جوه. شايفين معانا الرغيف ما شاء الله قب اهو خالص. كده سويت الرغيف على كل الجهات اهيت، وما بياخدش معانا وقت، بطريقه سهله وبسيطه خالص. لو عندك كميه هتخلصيها في ثواني. طلع ده بقى، شايفين ما شاء الله الرغيف قابب اهو معانا. نطلعه ونحط رغيف غيره. برضو بنبدا باللي احنا كنا عاملينه من الاول، يكونوا ارتاحوا معانا.
دوبك كده انا مش راضيه افصل، انا بوريكم خالص اهو كل حاجه بالتفصيل اهو. هنشمعها، ياخد تشميعه كل ده يعني سبب من اسباب النجاح، ياخد تشميعه من الوش ده ومن الوش ده. وده يخليه معانا اللي هو يقب معانا ويبقى متشمع وتستوي معانا ويبقى العيش زي اللي بنشتريه من بره واحسن كمان. وطبعا النفخه احنا شفناه بيبقى منفوخ وعامل ازاي الرغيف. مش هفصل برضك معاكم الكاميرا ونشوف برضو. وطريقه بقى تخزينه، اساعد بس الكاميرا. لو شايفين الرغيف معانا انا مش هفصل خالص اهو، الرغيف بيقب معانا ازاي ما شاء الله، جميل وتحفه. بصوا الرغيف طبعا مفيش اجمل من كده ولا احلى من كده اهو، طبعا شايفين اهو. الرغيف ما شاء الله. نشيله ونكمل بقيه الكميه بقى مع بعض. تاني برضو نديله التشميعه بتاعته. على الوش ده والوش ده، ونفضل ان احنا نقلب في العيش عشان يستوي وعشان برضو الرغيف يقب معانا. والنار يا حبايبي ما تكونش لا عاليه ولا واطيه، واطيه مش هيقب معانا ومش هيستوي، هيستوي على مهله خالص. عاليه العلو مش هيسوي معانا العجينه العيش بتاعنا، ومش هيخليه اللي هو ينتفخ معانا. احنا عايزين نعمل حاجه يعني خطوات زي دي نخلي بالنا منها عشان نطلع معانا احلى حاجه واحسن ما بنشتري الحاجه من بره. بالشكل ده. شايفين ما شاء الله جميل ازاي. كمل بقى بقيه الكميه وارجع اوريها لكم. في الاخر رغيف والعيش قاب معايا ازاي وجميل كده. انا خلصت الكميه، عندي الكميه كلها اهيت. لازم بس نشمعه من جميع الجهات كده علشان يفضل قابب معانا ويبقى مستوي. اللون اللي بيبقى فيه معلش انا الطاسه عندي مش اللي هي يعني ينفع تعملها في صينيه عادي يعني. عندنا العيش ما شاء الله قابب وجميل اهو. كده انا خلصت الكميه بتاعتي اهيت. بصوا ما شاء الله العيش انا طبعا مش مغطياه وطري، مش مغطياه ولسه طري اهو وقابب اهوت ما شاء الله عليه. هوريه لكم، هنفتح برضك مع بعض الرغيف كده ونوريه لكم. انا كده خلصت الكميه بتاعتي كلها. بقى الرغيف هنمسكه نفتحه مع بعض ونشوف النتيجه بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. العيش عامل معانا ازاي، تحفه جدا. طبعا مفيش احسن من كده للسندوتشات بقى وللفطار وللغدا. ده سندوتشات بتاع السندوتشات اللي بنشتريه من بره، اللي بنحط فيه السندوتشات وبيجيبوا لنا بيبقى حاجات غاليه على ايه مش عارفه. واحلى واطعم سندوتش اهوت، سندوتش طعميه زي اللي بنشتريه من بره واحلى كمان. ده حاجه مضمونه وعاملينها في البيت. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونوش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطبعا انا قلت لكم اثناء الفيديو قلت لكم على كل الخطوات اللي هنمشي عليها عشان نطلع شويه عيش حلوين كده. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.